لسه ما جربتوش الشيتوس في البيت؟ تعالوا يلا هاتوا بطاطسايه واحده وهنعمل احلى طبق شيتوس بيتي طعمه حلو وتحفه ومقرمش جدا جدا. يلا بينا نسمي الله ولايك الفيديو لو عجبكم. اول حاجه نجيب بطاطسايه كده كبيره زي ما انتم شايفين، ونجيب الميه ونبدا ان احنا نرفعها على النار حوالي كده 10 دقائق لما تستوي تماما. خلاص كده تمام استوت. حسب بقى الكميه اللي انتوا عاوزينها، يعني كل بطاطسايه هتضيفوا المكونات اللي احنا هنحطها عليها. خلاص كده نقشر البطاطسايه بتاعتنا ونبدأ إن إحنا نهرسها كويس جدًا، جدًا، بهرّاسة، بشوكة، زي ما أنتم عاوزين. أهم حاجة إن إحنا نهرسها ما نخلّيش فيها أي كُتل نهائي. خلاص كده تمام، طبعًا هي بتبقى سخنة ف يستحسن إن إحنا نهرسها وهي سخنة عشان يتهرس معانا كويس جدًا. نبدأ بقى إن إحنا نهرسها كويس أوي، أوي، ونبدأ بقى نحضّر الإضافات بتاعتنا اللي هتدّينا طعم الشيتوس بالضبط. معايا معلقة كبيرة أو معلقة ونُص من النشا، النشا العادي بتاعنا. كل بطاطساية بتحتاج من معلقة لمعلقة ونُص من النشا، وهنحط لها بقى رشة من الكركم، رشة من البابريكا، وكمان رشة من الملح، وعندنا توم باودر وبصل باودر، برضه رشة كده من البصل البودر ورشة من التوم البودر. خلاص كده تمام. نبدأ بقى إن إحنا نقلّبهم كده الأول تقليبة كده بسيطة، وهنبدأ إن إحنا نضيف لهم ربع كوباية من المَيّة وبس. طبعًا أنا مش عاوزاها تبقى سايلة، أنا عاوزاها تبقى ماسكة كده في بعضها، عشان أقدر أشكّلها بقى زي ما أنا عاوزة. وعندي كمان طعم بقى برضه بيبقى موجود عند أي عطّار، طعم جبنة، طعم طماطم، طعم شطة، أي طعم أنتم عاوزينه. ونقدر برضه نضيف لها رشة من الشطة، هاضيف لها ربع كوباية بس من المَيّة. يعني حوالي 3 معالق من المَيّة وبس. خلاص كده تمام، عجنتها كويس جدًا، كل كده المكونات يعني اتجانست كده مع بعضها. هابدأ بقى إن أنا أجيب أي كيس عندي موجود، أكياس التلاجة العادية، وهابدأ إن أنا أضيفها كده في الكيس بتاعي. طبعًا تقدري تشكّليها زي ما أنتِ عاوزة. خلاص كده تمام، زي ما أنتم شايفين النشا طبعًا خلّاها تماسكت في بعضها. نبدأ بقى نضيف الكمية كده كلّها. خلاص كده تمام ضفتها في الكيس. تعالوا بقى نجيب طاسة نملاها كده زيت غزير، ونبدأ إن إحنا نرفعها على النار. لما تسخن نوطي النار شوية، يعني هنسخن الزيت الأول قوي وبعد كده هنوطي النار عشان خاطر الشيتوس يستوي معانا، بس لونه ما يغمقش، أنا عاوزاه يبقى لونه فاتح مصفر كده. زي ما انتم شايفين أصلا البطاطس لونها مصفر من الكركم اللي احنا حاطينه، مديها طعم ولون حلو قوي. خلاص كده تمام، خلّص بقى الكمية كلّها كده في الطاسة، ونسيبها بقى. طبعًا الزيت غزير فمش هتحتاج تتقلّب ولا حاجة، هي كده هتتعمل براحتها. طبعًا زي ما أنتم عاوزين، عاوزينها رفيّعة، عاوزينها يعني سمكها كده تخين زي ما أنتم شايفين، زي ما أنتم عاوزين. أنا حاولت كده أعمل يعني حبّة كده رفيّعين، بس بصراحة حسيت إن الموضوع هيبقى صعب شوية، يعني هتبقى رفيّعة أوي زيادة عن اللزوم. أنا حبيت بصراحة الشكل الأولاني اللي أنا عملته، هو ده الشكل دوّة، شبه الشيتوس بالضبط. تقدري بقى إن أنتِ ترفّعي فيها أو تتخني فيها زي ما أنتم عاوزين. طلعت معايا مقرمشة، طعمها حلو، حلوة جدًا، جدًا، مسليات للأولاد كده في البيت. اعمليها وفرّحي ولادِك. لو عجبِك الفيديو ما تنسينيش بقى لايك واشتراك في القناة لسه ما اشتركتوش، وأسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.